اسم السادة الحضور جميعا من أبناء قبائل عرب الأنصار الذين شرفوا هذا اللقاء وهذا المؤتمر العربي الإسلامي احتفالا وابتهاجا ببداية العام الهجري الجديد. تلكم أنتم عرب الأنصار تحتفلون بهجرة حبيبكم وشفيعكم سيدنا ومولانا محمد. كل عام وحضراتكم جميعا بخير، كبارا صغارا، شيوخا صغارا، شبابا نساء من قبائل عرب الأنصار. أقولها لكم ونيابة عن إخوانكم من قبائل عرب الأنصار بالشرناق محافظة الغربية. تلكم أصحاب هذا اللقاء وهذا المؤتمر. والآن مع كلمة الاحتفال والترحيب مع الأستاذ وأخيكم العزيز الأستاذ إبراهيم البقري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، بعدما استفتحنا بخير الكلم بالقرآن الكريم من فضيلة الشيخ القارئ الشحات محمد حجاج قارئ القرآن الكريم بقرية شنراق مركز السلطة غربية، بعد استفتاحنا بكتاب الله نستمع إلى كلمة رئيس الجمعية الخيرية بشنراق الأستاذ إبراهيم البقري، فليتفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. أرحب بكم على أرض هذه القرية الطيبة، أرض قرية شنراق مركز السلطة غربية. أرحب بكم أهلا ومرحبا بكم، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، حيث استقبله أجدادنا عرب الأنصار بالترحاب والتهليل، حيث استقبله أجدادنا عرب الأنصار بالترحاب والتهليل، فرحين بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم إليهم إذانا من المولى عز وجل بتأسيس الدولة الإسلامية التي قائدها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولن بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو سلك الإنسان واديا أو شعبا وسلك الناس شعبا لاتبعت واديا لاتبعت شعب الأنصار. أرحب بالسادة
الحضور جميعا، الأنصار البقرية وآل نجم وجميع الحضور من الأنصار أرحب بهم على أرض هذه القرية الطيبة. أرحب بالسيد الدكتور على أبو العطا البقري الأنصاري رئيس اتحاد عرب الأنصار، كما أرحب بالسيد الأستاذ سعد الدين الأنصاري أمين عام الاتحاد. أرحب بالأستاذ عبد العظيم نجم المرشح لرئاسة الجمهورية، كما أرحب بالأستاذ الدكتور أحمد الفرج البقري الأنصاري القارئ بالإذاعة والتلفزيون. أرحب كذلك بالسيد المستشار إسماعيل السعيد البقري الأنصاري. أرحب بالأستاذ الدكتور محمد أبو زيد اللي شرفنا النهارده وحضر معانا، كما أرحب بالشيخ فوزي الدين، وأرحب كذلك بالشيخ شحات حجاج، أرحب بفضيلة الشيخ فوزي أبي، وأرحب بالشيخ نجيب حمودة. أرحب بالسادة الحضور جميعا، أستاذ حمدي محمد علي والأستاذ محمد قبل، كما أرحب بالأستاذ عمر عبد الرحيم. أرحب بالأستاذ طاهر شادي. أرحب بالسادة الحضور جميعا، وكل عام وأنتم بخير. وفي نهاية كلمتي أكرر ما قاله سابقي، أن نقرأ الفاتحة على فقيدنا الحاج شحات العشماوي، الذي كان يسعده ويشرفه أن يكون